السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد في قناة مملكة الرعب والفزع. القصة اللي هتسمعوها النهاردة قصة جديدة من نوعها ومرعبة جدا جدا جدا. اطفي النور وشغل السماعات ويلا بينا نسمع القصة الجديدة. كان مروان مهندس شاب راجع من شغله متأخر بعد يوم طويل. الساعة كانت 12:40 بعد نص الليل، ومحطة القطر كانت شبه فاضية. وهو واقف على الرصيف لاحظ قطر قديم داخل على المحطة بهدوء غريب. الغريب ان مفيش رقم مكتوب عليه ولا حتى اسم المحطة اللي رايح لها. سأل عامل المحطة القطر ده رايح فين؟ العامل بصله باستغراب وقال اطار ايه؟ مروان لف بسرعة. القطر كان لسه واقف قدامه فقرر يركب. اول ما الباب اتقفل حس ان القطر اتحرك بسرعة غير طبيعية. كل العربيات كانت قديمة جدا جدا والاضاءة صفرة وضعيفة، والركاب قاعدين ساكتين كلهم باصين من الشباك، ولا واحد فيهم رمش. قعد على اول كرسي فاضي. بعد دقيقة سمع صوت المذيع الداخلي: المحطة اللي جاية المحطة الأخيرة. استغرب، الرحلة المفروض تستغرق ساعة على الأقل، لكن القطر وقف بعد ثواني. بص من الشباك ما لقاش محطة ولا حاجة، كان في ضباب اسود بس. والباب اتفتح، ولا راكب نزل ولا راكب طلع. وبعدين القطر اتحرك تاني. كل مرة يقف المذيع يقول نفس الجملة: المحطة الأخيرة. لكن كل مرة كان المنظر بره مختلف، مرة غابة، مرة صحراء، مرة بحر، ومرة مدينة كلها مباني مهدودة لكن مفيش ولا إنسان. مروان قرب من راجل عجوز كان قاعد قدامه، قال له احنا رايحين فين؟ العجوز ابتسم ابتسامة غريبة وقال انت ركبت القطر الغلط، وده ما ينزلش غير راكب واحد. قبل ما مروان يسأله العجوز اختفى والكرسي بقى فاضي كأن ما كانش في حد موجود. وفجأة كل الركاب لفوا ناحيته في نفس اللحظة من غير ما يحركوا جسمهم، بس رقابيهم وكانت عيونهم سودة بالكامل. والمذيع اشتغل تاني، لكن المرة دي ما كانش صوت آلي، كان صوت طفل صغير قال: وصلنا، دورك. الباب اتفتح قدامه، كان في رصيف قديم وعليه ساعة ضخمة كان عقاربها واقفة على 12:44. نزل بحذر، وأول ما نزل القطر اتحرك بسرعة رهيبة، اختفى في الضباب. فضل واقف لوحده وفجأة شاف يافطة المحطة مكتوب عليها محطة المنسيين. بدأ يمشي، كل البيوت حواليه كانت فاضية لكن كل الشبابيك مفتوحة وكأن حد بيراقبه من بعيد. سمع صوت صفارة القطر التاني، لف لقى القطر راجع، وقف قدامه والباب اتفتح. لكن اللي نزل منه كان هو، نفس شكله، نفس هدومه، حتى نفس الجرح الصغير اللي في ايده. النسخة التانية ابتسمت وقالت: انا خرجت ودلوقتي انت مكاني. في اللحظة دي جسم مروان بدأ يختفي وكأنه بيتحول لضباب. حاول يصرخ لكن صوته اختفى، ولما فتح عينيه لقى نفسه قاعد جوه القطر في نفس الكرسي وباصص من الشباك مش قادر يتحرك. بعد أيام شاب تاني كان مستني آخر قطر في نفس المحطة وشاف قطر قديم داخل بهدوء. ركب، ولما بص على الركاب لقى شاب قاعد في آخر العربية، وشه شاحب وعينه مليانة رعب. كان بيحاول يصرخ لكن مفيش صوت بيخرج منه. كان اسمه مروان، ومن يومها بيقولوا ان القطر ده بيظهر مرة واحدة كل سنة، ولما حد بيركبه بيرجع لكن مش هو اللي خرج. وبكده تكون قصتنا خلصت. لو عجبتكم برجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وسلام.